السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض كده حاجة حلوة سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكِ أي وقت خالص، وبجد هتعجبِك، وكمان المكونات بتاعتها كلها سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف هنعملها إزاي، والمقادير والمكونات معانا إيه النهارده. أول حاجة هابدأ بيها هو الشربات، نزلت بكوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المَيّة، هارفعهم على البوتاجاز ولا هاقلبهم ولا أي حاجة لحد أمّا تبتدي تغلي بالشكل ده. هابدأ بقى إن أنا أقلبها، وبعد كده هانزل بنُص معلقة صغيرة من ملح الليمون، وبعد كده هاقلبهم. هاسيبها بقى بُص أول ما تبتدي تغلي وتفور معايا كده، هاوطّي عليها النار واسيبها لحد إيه، أنا ولا عايزاها خفيفة ولا تقيلة، عايزة الشربات بتاعي وسط. بعد الشربات بقى بتاعي ما تقل معايا هاطفي عليه النار، وبعد كده هافضّيه بقى في أي حاجة عندي كده علشان يبرد براحته. أنا عايزاه بارد، بُصّوا زي كده هاركنه بقى جنبي لحد ما أعمل الوصفة بتاعتي ويكون هو بارد خالص. هنا كمان معايا كريمة أنا ضارباها ومجهزاها، هاحطها في التلاجة علشان ما تسيحش وتبقى جاهزة معايا. هنا بقى معايا لفة جلاش، هاجيبها كده هاحطها في فوطة أو أي حاجة علشان ما تنشفش معايا. بعد كده هاقسمها نصين بالشكل ده، هاحط بقى النُص ده فوق ده كده، وبعد كده هاغطيهم واخد ورقة، ورقة كده علشان إيه، ما ينشفش معايا. معايا كمان هنا عيدان اللي هي العيدان الشيش طاووق، أو ممكن تستخدمي أي حاجة شبهها عادي لو ما عندكيش عيدان شيش طاووق. جبت بقى ورقة الجلاش معايا كده اللي أنا قاسماها، حطيت فيها عود الشيش طاووق، بُصّوا لفيتها بقى بالشكل ده. هاجي للآخر بقى هاضمّها كده على بعض من الجنبين، وهيبقى في حتة في الآخر كده هافُكّها وآجي لافّاها بحيث إن هي تبقى طابقة من تحت ليها. بُصّوا بالشكل ده زي ما أنا عملتها بالضبط. بُصّوا هاعمل معاكم واحدة تاني. هاجيب الورقة أحط فيها عود الشيش طاووق، وبعد كده هالفّها على بعض، بعد كده هاضمّها كده بالشكل ده من النُص، وهاجي لافّاها زي دايرة كده، وهارصّها جنبي في صينية مدهونة دهنة زبدة. هارصّهم كلّهم بقى في الصينية. بُصّوا هاعمل واحدة تاني، هاعمل كل الكمية بالشكل ده، وهالفّها زي دايرة، وهامسكهم أحطّهم كلّهم جنب بعض في الصينية علشان ولا يتفكّوا ولا أي حاجة. هاثبّتهم كده جنب بعض، هاعمل بقى كل الكمية بالشكل ده، وبعد كده أرجع لكم. بُصّوا هنا خلصت كل الكمية، بُصّوا أنا رصاهم إزاي جنب بعض عشان ولا يتفكوا ولا أي حاجة. عندي بقى هنا نُص كوباية من الزبدة، هاجيبها بقى كده أسيّحها على النار، وبعد كده هانزل بيها كده في كل الجلاش بتاعي. بعد كده بقى هادخّله فرن سخن على درجة حرارة 200. أول ما يبتدي ياخد لون من تحت كده، هاولّع عليه الشواية دقيقتين بالضبط ياخد لون من فوق، وبعد كده إيه، هاطفي عليه. هادخّله الفرن، وبعد ما أخرّجه هاورّيه لكم. هنا بقى بعد ما خرج من الفرن الجلاش بتاعي لسه سخن، والشربات بتاعي بارد خالص اللي إحنا عملناه مع بعض. بُصّوا هاسقيه بقى بالشكل ده بالشربات. الجلاش سخن والشربات بارد. بُص هاوزّع بقى الشربات بتاعي في كل مكان كده في الجلاش. هاسيبه بقى يهدى خالص ويبرد خالص، وبعد كده هاوريكم أنا هاعمل فيه إيه. على فكرة ممكن تسيبوه سادة كده لو أنتم حابين إن أنتم تاكلوه سادة كده، ممكن تسيبيه سادة. هو كده عبارة عن جلاش معاكِ. هاطلّعه بقى في طبق زي كده بعد أمّا هدي معايا. هارُصّه بقى في الطبق عندي. أنا هاحط عليه كريمة، هاحشيه بقى كده بالكريمة. لو عايزة تسيبيه سادة براحتك، عايزة تحشيه حاجة غير الكريمة برضه تحطي في قلبه مكسرات أي حاجة براحتك. هاحشي بقى كل الكمية عندي كده بالكريمة بتاعتي. هنا بقى حشيت كل الكمية عندي كريمة، وبعد كده حطيت على وشه كده زبيب، واحدة زبيب يعني. ممكن تحطي فول، ممكن ما تحطيش خالص، دي حاجة اختياري. أنا حطيته كده للشكل وإيه، الناس اللي بتحب الزبيب يعني. بصوا شكله عامل ازاي.
بجد حلو أوي وما خدش أي وقت، وكمان مكوناته سهلة وبسيطة، ممكن تعمليه في أي وقت. بصوا شكله عامل ازاي، وبجد كان طعمه حلو أوي. جربوا الوصفة دي هتعجبكم. وبكده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.